سمعت عن ندها وأمنا غولة؟ طب سمعت عن أبو رجل مسلوخة؟ حكايات جدك وجدتك عن العفاريت والأشباح اللي كانت بتسكن القرى. لسه فاكرها ولا نسيتها؟ الحكايات دي كانت بتتقال على لسانهم كأنها حقيقة مصدقة، ما ينفعش تتكذب. بتصدقها وتترعب وتخاف. كانوا بيقعدوا قدامك ويتكلموا، تبص في عينيهم تشوف الحقيقة والصدق. لما كبرت بقى عندك قليل من الشك في مصداقية وحقيقة الكلام ده. طب ما تيجي نفتح صفحة من القديم ونشوف حكايتها ايه. أول صفحة هنفتحها صفحة الندهة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على المصطبة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا وهنتكلم فيها عن الندهة. تعالوا علشان أقول لكم الحكاية من الأول. رجالة كتير خافت تمشي جنب ترعة أو بحر أو مكان زراعي بالليل لا تنده على أساميهم ويروح وما يرجعش. التراث الشعبي بنتوارثه مع مرور أجيال كأنه شيء